طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب ثالثه اعدادي، يا رب تكونوا بخير يا شباب. النهارده ان شاء الله معانا كلمات الدرس الاول والثاني. الحلقه اللي فاتت نزلت لك قواعد الوحده السبع بافكار الامتحان كلها. خلي بالك بقى، سواء انت محافظه بقى صعبه، محافظه سهله، متوسطه، اي فكره المستر قالها لك في الحلقه دي تحت في اول تعليق على فكره هتلاقي الحلقه دي وهتظهر دلوقتي فوق. روح اضغط عليها عشان هي مهمه جدا جدا. يلا بينا دلوقتي نشرح مع بعض كلمات الدرس الاول والثاني. وعلى فكره الحلقه اللي جايه ان شاء الله هنزل لك امتحان بقى على الدرس الاول والثاني كلمات وجرامر. يلا بينا دلوقتي نبدا مع بعض الحلقه بتاعتنا. يلا بينا نيجي دلوقتي ابطال مع بعض مع الدرس الاول والثاني في يونت 1. والدرس ده يا شباب لازم يجي في الامتحان حاجه منه، وانا دلوقتي هظبط لك كل حاجه ما تقلقش، بس اتقل كده معايا وركز معايا كويس جدا جدا. طيب يونت 7 يا مستر بتتكلم عن ايه اصلا؟ حبايبي يونت 7 بتتكلم عن السبورتس، يعني الرياضات. هنتكلم دلوقتي بقى ايه الرياضات وكل الكلام ده. طيب اول كلمه اسمها هورس رايدنج. هورس رايدنج، كلمه هورس معناها اصلا الخيل، حصان يعني، اما رايدنج معناها الركوب. فهورس رايدنج ركوب الخيل، وده من اهم المهارات طبعا اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصى بيها. طيب بعد كده كلمه اسمها ديسكس ثروينج. ديسكس ثروينج يعني رياضه رمي القرص. طبعا المهاره دي يا شباب محتاجه واحد ايده بص بقى ايه يعني جامده جدا، عشان هو القرص ده اصلا بيكون تقيل جدا. اصلا الرياضه دي بتكون واحد كده واقف وحواليه شبكه كده وفي فتحه بس هي يعني اللي بيرمي منها القرص ده، فبالتالي يلف كده وبعدين يرمي القرص ده اتجاه مكان كبير كده ويشوف هو جاب كام يعني كام متر في الرميه دي. على فكره بتكون تقيله جدا يا شباب القرص ده، انت تحس اللي هو يعني حاجه صغيره، لا ده بيكون في 20 كيلو وفي 30 وفي 50، يعني الموضوع كبير شويه. طيب مهاره يعني زي ما قلت لك محتاجه واحد ايده فاهم، او يعني عموما جسمه يعني قوي يعني. بعد كده كلمه اسمها ارشري يعني الرمايه بالسهام. ارشري يعني الرمايه بالسهام. بعد كده كلمه اسمها نايت يعني فارس في العصور الوسطى. نايت، خلي بالك من حاجه تقول لها مستر نايت ازاي؟ ده نايت دي معناها ليله. سعادتك لا، نايت اللي هي دي اللي معناها ليله، اما نايت اللي اولها كي يا شباب، اللي اول حرف الكي ده لا، دي معناها فارس في العصور الوسطى. طبعا الكلام ده هتاخده في الترجمه ان شاء الله، في كورس ترجمه احنا بنعمله كل اجازه يا شباب. في الحاجات دي اللي هو الكلمه بيكون نفس النطق نايت ونايت ولكن الحروف مختلفه. خلاص فظبط لك كل حاجه، زي صن وصن، صن يعني شمس وصن يعني ابن، في حاجات كتير جدا كده هقول لك، ودي اسمها اصلا في الدروس يعني في الانجليش ده اسمه ايه اصلا. خلاص هفهمك كل حاجه ان شاء الله في كورس الترجمه اللي انا هديهولك باذن الله في الاجازه عشان تخش اولى ثانوي برنس في الترجمه. طيب بعد كده يا مستر كلمه اسمها ذا اولد، وهنقف هنا وقفه رجاله مع بعض. ذا اولد معناها كبار السن. واحده واحده بقى ابطال ناخد التركيه دي عشان دي من الحاجات المشروحه في الملاحظات اللغويه اللي عندك في الدرس الاول والثاني. ايه يا مستر الملاحظات يعني او الملحوظه هنا؟ حبايبي تكتبوا عندكم ان في بعض الصفات، مش كل الصفات، بعض الصفات لو انا حابب اجمعها بحط لها ذا في الاول. تاني كده، في بعض الصفات لو انا حابب اجمعها بحط لها ذا في الاول. يعني مثلا زي كلمه اولد يا شباب، كلمه اولد دي معناها اصلا اولد معناها صفه يعني معناها كبير، صفه بمعنى كبير صح. لو انا دلوقتي عايز اجمعها ما ينفعش احط لها اس، لا بحط لها ذا. زيها بالظبط يا شباب زي بور مثلا، زيها زي ريتش مثلا، زيها زي ديسيبلد مثلا. الصفات دي كلها لو انا حابب اجمعها، ايه ده يا مستر هي الصفه ينفع اجمعها؟ عادي ينفع تجمعها. ممكن تحط في الاول ذا، ممكن تحط في الاول ذا، تقول ذا بور، تقول ذا ريتش، كده بقت معناها الاغنياء، بقت معناها الفقراء، بقت معناها كبار السن. ذا ديسيبلد اللي هم من ذوي الاحتياجات الخاصه. وخلي بالك بقى من حاجه، دي التركايه، طالما انت حطيت قبلها ذا يبقى انت تجمعها. يعني في الامتحان يا شباب تاخد ار ما تاخدش از، تاخد وير ما تاخدش ووز، تاخد هاف ما تاخدش هاز، تاخد دو ما تاخدش داز، تاخد الفعل في المصدر ما تاخدش الفعل في اس. حلو قوي كده. يبقى في الامتحان لو قال لي ذا بور ار، ذا ريتش وير، ذا اولد هاف مثلا، مش هاز يا شباب ولا از يا شباب ولا ووز يا شباب، لان ذا يا مستر بتجمع، ذا بتجمع الصفات ومش كل الصفات. تمام. بعد كده يا مستر كلمه اسمها physical health. physical health الصحه البدنيه. physical يعني بدني اصلا. energy يعني طاقه يا شباب، energy طاقه، الحاجه اللي هي مهمه هقول لك عليها، اتقل بس معايا. بعد كده discus throwing احنا خلاص خدناه اصلا، discus throwing او discus throwing اللي هو رمي القرص، رياضه اولمبيه معروفه. جلاديتور يعني البطل يا شباب او اسف مصارع في العصور الرومانيه. طبعا اصلا في فيلم اسمه جلاديتور، لو انت شفت اصلا الصوره هتفهم كل حاجه، يعني ما تتفرجش على الفيلم هتشوف كل حاجه. جلاديتور مصارع في العصور الرومانيه القديمه يعني. chariot race يعني سباق العربيات الحربيه.
طبعا كلمه تشيرت اصلا معناها عربيه حربيه، بيكون فيها يا شباب يعني عجلتين اتنين، تو ويلز، زي بتاعه احمس يا شباب اللي هو يعني كان بيحارب بيها، كانت عجلتين صح ولا انا ناسي؟ هي دي خلاص التشيرت دي. خلاص على فكره الاول يا شباب كانوا بيستخدموها في الحروب، بعد كده بقت سباقات والموضوع يعني اتطور شويه. بعد كده كلمه اسمها ارشري يعني الرمايه بالسهام، بعد كده نايت خدناها على فكره. تعال الناحيه الثانيه بقى عندي كلمه اسمها باتل. باتل يعني معركه قتال. فير بلاي معناها اللعب النزيه، الروح الرياضيه، وده يا شباب مهم جدا جدا في الرياضه. اعتقد في الدوري الصيني على ما اعتقد يعني ان الفير بلاي ده اهم حاجه، اللي هو انت عمرك مثلا ما هتسمع ان في لاعب في الدوري الصيني جاله مثلا رباط صليب او حاجه لو حد دخل عليه دخله قويه ولا حاجه، مش هتلاقي الكلام ده، لان الفير بلاي هناك يعني اهم حاجه. اللعب النزيه ده محدش فاهم اللي هو يخش كده، انت فاهم طبعا. بعد كده كلمه اسمها اونر يعني تكريم او شرف. ادميريشن اعجاب، وخلي بالك من حاجه بقى حته كده ايه، لو انت مش واخد بالك من الكلام ده او ما كنتش معانا اصلا في الترم الاول تفهم الحته دي. حبايبي في الامتحان اي حاجه اخرها ATION، اي حاجه اخرها TION، اي حاجه ممكن مثلا يكون اخرها OR ER IST MENT، كل ده حبيبي في الامتحان ناونز يعني اسماء. يبقى انت في الامتحان لما تلاقي اي حاجه في النهايات دي يحط لك اي حاجه من السافكسز دي يعني اللواحق دي، اعرف ان هي اسماء ناون في الامتحان على طول. يبقى admiration ناون ليه اخرها ATION. طب لو كان اخرها TION برضه ناون، اخرها OR ناون ER ناون IST ناون MENT ناون، كل ده شباب في الامتحان ناونز يعني اسماء. خلي بالك لو انت عندك مشكله في الكلام ده، وده هتاخده اصلا في اولى ثانوي هيريحك بقى، ظبطه دلوقتي في الاعداد هترتاح في اولى ثانوي وفي ثانيه طبعا. تشامبيون يعني بطل يا شباب. ريسبكت احترام، او فيرب بمعنى يحترم عادي جدا يعني تمشي فيرب يعني فعل بمعنى يحترم. بعد كده كلمه اسمها فوكس. فوكس يركز، وبيجي معاها حرف الجر يا شباب اون، فوكس اون. بعد كده انجوي يعني يستمتع بيه من غير حرف جر، يعني ما تقوليش يستمتع بيه يعني انجوي ويز، لا مفيش حاجه اسمها كده. انجوي ان لا، انجوي مثلا فور، مش حاجه اسمها كده. هي انجوي على بعضها بمعنى يستمتع بيه، من ضمن الكلمات اللي مش بتاخد حرف جر. بعد كده كلمه اسمها هيومن يعني بشري او انساني. سترينث القوه والصلابه، خدناها مع بعض في الترم الاول وقلنا لو حطينا هنا اس بقت معناها نقاط القوه يعني مميزات سترينث خلاص. اما سترينث اللي هي من غير اس دي يا شباب دي معناها القوه او الصلابه. بعد كده سبيد السرعه، تشانس فرصه، ريسلينج يعني المصارعه. ريسلينج اللي هي المصارعه اللي انت بتتفرج عليها WWE ومش عارف فاهم انت، وجون سينا بقى واعتزل والحاجات دي كلها، انا كنت بحبه جدا والله جون سينا ده يا شباب. فايت يعني قتال. هورس رايدنج خدناه مع بعض. فينسنج دي معناها المبارزه ولكن باستخدام السيف. فينسنج احفظ الكلمه دي مهمه جدا جدا جدا، هعلمها لك عشان انت هتنساها. بص النهارده العشاء هتنسى الكلمه دي. فينسنج مهمه جدا جدا. بعد كده كلمه اسمها الكريكت. رياضه الكريكت بيكون يا شباب في يعني واحد ماسك مضرب كده يعني، او مش مضرب ايوه، وفي واحد تاني يعني يكون بيوقف له كده. وانا افتكرت حاجه تانيه دلوقتي حابب اقول لك عليها. فالتاني بيخبط الكوره فالتاني بيمسكها كده ويجري بقى مع حاجات غريبه كده، حابب اوريها لك الصراحه صوره كده. افتكرت عادل امام في الفيلم لما كان بيقول له واحد كده معاه زقله، فاهم انت الجو ده؟ ما علينا. اثليت يعني شخص رياضي. اثليت شخص رياضي. التيم وورك العمل الجماعي. التيم وورك العمل الجماعي. opponent خصم. opponent خصم، وبتساوي كلمه اسمها rival برضو تمشي سينونيم. rival يعني هناخدها دلوقتي يا شباب. rival يعني خصم برضو او منافس يعني، يبقى opponent شخص يعني منافس، ورايفل تمشي كسينونيم يعني مش هتحصل حاجه يعني. بعد كده كلمه اسمها ليسون، وخلي بالك من حروفها LESSON. ليسون معناها يا شباب درس مستفاد او مغزى او درس عموما يعني. فيكتوري انتصار يا مستر. فيكتوري الانتصار او النصر. اوورد جائزه يا شباب، ولكن جائزه رسميه. دايما بتكون مثلا لحد عمل حاجه خد جائزه نوبل ولا حاجه، يعني غالبا يا شباب بيكون في تكريم، بيكون في يعني مكان ستيج، وفي ناس بتكرم شخص ما يعني مش جائزه كده بالحب كده، مش ريورد، هناخدها كمان شويه. ريورد معناها جائزه بالحب كده وخلاص.
اما اوورد لا، ده جايزه رسميه بيكون فيه تنظيم، بيكون فيه يعني ناس كتير، يعني نخبه من الناس حاضره. يبقى كلمه اوورد معناها جائزه رسميه بيكون فيه احتفال وناس حاضره وكل حاجه. اما الريورد دي معناها جائزه بالحب كده، واحد بيديها لحد مثلا ساعده في معروف، عمل معاه معروف ولا حاجه، بس كده. مش بقى بيجيب ناس بقى ويقعدوا عشان يديله البتاع، لا مش كده، ريورد بالحب كده. بعد كده يا شباب كلمه اسمها سبورتسمانشيب. سبورتسمانشيب يعني اللي هي الروح الرياضيه، سبورتسمانشيب. بعد كده اونستي، والكلمه دي في الامتحان يا شباب، سبورتسمانشيب هتيجي في الامتحان. يلا عرفت ازاي يا مستر؟ مالكش دعوه بعد اذنك، ما تسالنيش، مالكش دعوه، حفظت خلاص. سبورتسمانشيب يعني الروح الرياضيه. بعد كده اونستي الامانه، اونستي معناها الامانه يا شباب. بعد كده انجري يعني الاصابه، ام انجرد مصاب. نلاحظ بقى ان دي يا شباب adjective صفه يعني، ولكن اللي فوق noun. خلاص يبقى injured او injury. خلي بالك غالبا الصفات بيكون اخرها ing، وغالبا اخرها ed طبعا، وممكن برضو ive بتكون صفات يا شباب. في بعض اللواحق كده هناخدها مع بعض في المنهج، احنا خدنا اصلا مع بعض اوريدي في الترم الاول، ولكن لو انت جديد ولا حاجه فهقولها لك تاني على مدار الترم ده هنا على اليوتيوب وعلى الابلكيشن. طبعا الابلكيشن هنبدا يوم السبت اللي جاي 31/1 هنبدا اول حصه. ممكن انت تتفرج على الحصه دي متاخر شويه عادي جدا، الحصص بتكون موجوده مش بتتمسح ولا حاجه، لا ممكن اصلا لو جيت معايا في اخر شهر 2 بتاخد الحصص عادي، في نص 2 بتاخد الحصص عادي، في شهر 3 بتاخد الحصص بتاعت شهر 2 عادي، مش مشكله. فالحصص كده كده بتكون موجوده يا شباب. بعد كده جلوبال يعني عالمي، حاجه عالميه. admiration يعني اعجاب، والمستر قال لي خلاص بقى اي حاجه غيرها ATION بتكون في الامتحان يا شباب noun، يعني بتكون اسم في الامتحان. حلوه يا مستر، الكلام ده مهم. ايوه يا شباب والله الكلام ده مهم جدا، الناون adjective كل الكلام ده مهم جدا، عشان هو هيسالك هيقول لك لو انا عايز احول الكلمه دي لادجكتيف اعمل ايه. فلو انت عارف الحته دي خلاص فهمت، انت عديت مرحله كبيره يعني في الموضوع. بعد كده ابطال كلمه اسمها فاينل يعني نهائي او المباراه النهائيه. رايفل خدناها من شويه اللي هي معناها opponent يعني خصم يعني. كوميونتي يا شباب مجتمع، ولكن ممكن يكون صغير مش سوسايتي، مجتمع كبير. كومبيتيشن مسابقه، وطبعا اخيرا TION فده اسم خلاص. ايفنت يعني حدث. ريتش معناه يصل الى من غير حرف جر. نركز في دي يا شباب بقى، نركز في دي كويس جدا جدا، يصل الى من غير حرف جر، من غير حرف جر، من غير حرف جر. مستر ليه بتقول لي كده؟ لان انت عند سعادتك arrive، عند arrive فكلمه arrive يا شباب مش بتاخد الا ان وات، اذا مش بتاخد تو لا، arrive مش بتاخد تو. arrive ممكن تاخد ان، تاخد at، وعلى فكره ممكن ما يجيش معاها حرف جر اصلا. ممكن اقول لك last week we arrived، احنا وصلنا الاسبوع اللي فات، and ate كذا وكان كذا، عادي جدا. arrive مش شرط يجي بعدها حرف جر، عادي جدا. يبقى arrive بتاخد in وبتاخد at، مش بتاخد تو يا شباب. وريتش مش بتاخد حاجه خالص. فاحنا دلوقتي واحنا بنحل، او الحصه اللي جايه الصراحه النهارده هنشرح بس، الحصه اللي جايه تكون كتبت الافكار دي كلها، الحصه الجايه نحل مع بعض هنا على اليوتيوب بعض الاسئله كده. اما طلاب الابلكيشن هنحل من كتاب المعاصر اسئله كتير بقى، يعني خد منها للصبح اسئله كتير جدا. خلاص يبقى كلمه ريتش مش بتاخد حرف جر، بمعنى يصل الى مكان كبير او صغير مش هتفرق. خلاص. اما arrive in مكان كبير، arrive at مكان صغير، arrive من غير حرف جر عادي جدا، بمعنى يصل مفيش مشكله. يعني مش شرط arrive تاخد حرف جر، لا مش شرط، عادي جدا. بعد كده compete يا شباب معناه يتنافس، وده فعل هنا. compete يعني يتنافس، verb هنا. بعد كده include معناه يشمل، دايما بيكون قبله الكل وبعده الجزء، دايما كده بيكون قبله الكل وبعده الجزء. practice يعني يمارس او يتدرب. admire يعجب بيه برضه من غير حرف جر يا شباب، ما ينفعش احط حرف جر مع admire ولا مع enjoy، لا admire ولا enjoy بنحط معاهم حرف جر. continue معناه يستمر. smash يحطم. attack برضه معناه يهاجم، وساعات ممكن تيجي بمعنى يهجم على، مش بتاخد حرف جر احيانا يعني، بس ساعات ممكن تاخد يعني. طيب يبقى ده بالنسبه للكلمات اللي فوق. مستر الديفينيشنز دي في الامتحان بتيجي؟ ايوه يا شباب والله العظيم بتيجي سؤال في الامتحان او حاجه يعني، فلازم نعرفها الصراحه. ديسكس ثروينج اللي هو رمي القرص، ده يا شباب راوند اوبجكت يعني شيء مدور، شيء مدور. ثرون ان سبورت بيلقى في الرياضه، بس خلاص. يبقى انت اصلا في الامتحان لما تشوف كلمه راوند، راوند يعني مدور يا شباب، فالقرص ده يبقى الديسكس ثروينج، سهله ما فيش حاجه، واعتقد دي مش هتنسى في الامتحان. رقم 2 نايت. النايت اللي هو الفارس اللي بيكون في الامتحان دايما يا شباب، فارس بيقاتل، فطالما بيقاتل يبقى سولجر. سولجر يعني جندي in the middle ages، يبقى الفارس اللي هو بيقاتل ده
soldier يعني جندي، يبقى soldier جندي بتساوي night. فالاتنين لو شفت دي في الامتحان night خد soldier، او اسف العكس بقى، لقيت soldier خد night عادي، كده كده مش هسألك على كلمة soldier دي ابدا. يبقى soldier يعني مقاتل او جندي، فلو جاب لك soldier خلاص اعرف ان هو بيتكلم على night في الامتحان. بعد كده chariot يعني عربية حربية، واحنا قلنا دي يا شباب cart pulled by horses يعني عربية مشدودة أو مسحوبة بواسطة الحصنة. خلي بالك بولد معناها مسحوب، فأنت لما تشوف كلمة بولد دي كانت معانا في المنهج بتاع السنة اللي قبل اللي فاتت أو اللي فاتت يعني كلمة بولد، بس كانت حاجة تانية الصراحة مش فاكرها، كانت عربية برضو بتتشد بالحصان، الكاريج عربية بتشد بالحصان برضو. خلاص يبقى بولد معناها مسحوبة، فطالما عربية مسحوبة يبقى تشيريت يا شباب. تشيريت يعني عربية مسحوبة بواسطة حصان ودايما فيها عجلتين. بعد كده مستر الفير بلاي اللعب النزيه، ده treating others honestly in games يعني بتعامل الآخرون honestly بشكل أمين وصادق في الرياضات أو الألعاب. يعني احنا بتكلم على الفير بلاي يا مستر، أيوة انك بتلعب يعني رياضة والدنيا معاك هادي كده، مش بتخش على واحد تاكلين كده تجيب رجله صليبة على طول، لا مش الكلام ده ازاي ده، فخلي عندك فير بلاي. بعد كده honor يعني الشرف، دي يا شباب good reputation يعني سمعة جيدة، or respect from other people أو الاحترام من ناس تانية. مستر انت بتتكلم هنا على الأونر الشرف. بعد كده respect معناه الاحترام، ده يا شباب strong feeling يعني شعور قوي جدا of approval of somebody because of their good qualities، عنده صفات جيدة فاحنا بنحترمه الصراحة. خلاص ده respect احترام. admiration إعجاب a feeling of respect and approval of somebody، طالما feeling of respect شعور بالاحترام admiration، شعور بالاحترام admiration. champion بطل، ده البيرسون الشخص أو الفريق that won a competition in a sport. يبقى بقى على فكرة شباب الشامبيون مش لازم أقول إن شخص، لا ممكن أقول فريق عادي. عندنا مثلا السنغال كان هم الشامبيون، كان هم البطل بتاع أفريقيا عادي جدا. بعد كده focus يركز يا شباب، to give attention معناها اللي هو تدي اهتمام، فوكس على طول. انت اصلا في الامتحان لما تشوف attention معناه اهتمام. خلي بالكم شوف في حاجه انا نسيت اقولها النهارده، احنا قلناها طبعا لان انا معتمد دلوقتي على الناس اصلا كانوا معانا قبل كده. في بعض التعريفات او يعتبر 99% منهم اصلا في كلمه واحده بتفهمنا كل حاجه. يعني مثلا رقم 1 ده، انت لما تشوف كلمه راوند مدور، مفيش حاجه مدوره هنا شباب معانا غير الديسكس ثروينج من الاخر. خلاص لما تشوف هنا give attention يدي اهتمام، فوكس من غير ما ابص، فوكس خلاص. لما تلاقي كلمه سولجر اللي هو الجندي، خلاص يا مستر نايت، في كلمه هي المفتاح بتاع الجمله من الاخر في فكره الديفينيشنز. لان انا اصلا مش بقرا الكلام ده، انت كطالب ما تقراش كل الكلام ده، لا انت ممكن تقراه مره واحده، او انا اصلا بقراه لك يعني كمستر، انا بقرا لك الكلام ده مره واحده، انت مش بتقراه اصلا لان انت وانت بتحل الدنيا خلاص المستر ظبطت الدنيا. ده بيتقرا مره واحده وبفصص لك فيه حاجات كده، وانت خلاص انت مش مطلوب منك وانت بتذاكر الدرس انك تقراه اصلا، لا هي مش كده، مش بتكون كده، هتغيب وقت كبير جدا وخلاص. بس المستر بيقراه، انا بقراه على فكره مع طلابي، الديفينيشنز دي بقراها لك، المهمه بقراها لك. خلاص نخش دلوقتي ابطال بقى ايه على الاكسبريشنز، وطبعا نخش على البريبوزيشنز اللي هو حروف الجر، هنعرفها سريعا كده وبعدين ناخد الانتونيمز والسينونيمز وبعدين نقرا درس الريدنج. خلصنا النهارده، اشوفك الحصه الجايه ان شاء الله وانت بتحل معايا. اول كلمه ابطال bring people together، خلاص دي سهله جدا، معناها يجمع الناس مع بعض يعني او يوحد الناس. كلمه the middle ages يعني العصور الوسطى، ده مده كبيره فتاخد ان في الامتحان، in the middle ages. طبعا زيها the 19th century القرن ال19، فده كبير يا مستر 100 سنه تاخد ان في الامتحان. طبعا القرون بتاخد ان، كل الكلام ده في النظام القديم او المنهج القديم، يونت 1 ثالثه اعدادي قديم، كانت ايام. popular in مشهور او شائع فيه، popular in ودايما يا شباب بيكون حاجه محبوبه مش مكروهه، لان انت ممكن تكون مشهور بحاجه وحشه فدي مش اسمها popular، لا غلط، يبقى popular مشهور بحاجه ايجابيه مش حاجه سلبيه. across the world يعني في انحاء او ارجاء العالم. in peace في سلام. take advantage of يستفيد منه. for fun للمتعه مستر. of all ages من جميع الاعمار. create friendship ينشئ او يخلق صداقه. inspire generation يلهم الجيل، محمد صلاح مثلا inspires generation بيلهم الجيل يعني، اللي هو عمل حاجه الصراحه قويه جدا يعني. connect people يربط بين الناس. take part in يشارك فيه.
The Olympic Games اللي هي الأولمبياد، أو ممكن أقول عليها The Olympics عادي جدا. وخلي بالك من حاجة تركية كده من مستر محمود هيقول لك، يعني ممكن أصلا يعني مش مطلوب منك السنة دي، بس تعرفوا خلاص إن الكلمات الشباب الأخيرة ICS كده كده بتبقى مفرد في الامتحان. يبقى الكلمات الأخيرة ICS مفرد مش جمع في الامتحان. خلاص طبعا مش هتيجي، بس انا بقول لك يعني من باب العلم للشيء. ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. معلش انا اسف ان انا قطعت عليكم الحلقه، ولكن في حاجه مهمه جدا جدا، سواء انت اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، فلازم اقول لك الحاجه دي لانها مهمه جدا جدا، والصراحه حرام انها تتفوت. يا مستر الحاجه دي هنتكلم يا ابطال دلوقتي في دقيقه بالظبط بالنسبه للكورس التاسيسي القوي جدا جدا بتاعنا السنه دي يا شباب، لدفعه 2026 المنهج الجديد. الكورس بتاعنا يا ابطال جامد جدا جدا وقوي جدا، يشمل الحاجات اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. اول حاجه يا ابطال في الكورس بتاعنا، اول حصه يعني كانت المحادثه. بنحترف يا شباب مع بعض وبنتاسس كويس جدا جدا في المحادثه، على فكره مش تاسيس بس، لحد الاحتراف كمان. الحصه اللي بعد كده ابطال سؤال يملا الفراغات. السؤال ده مهم جدا على فكره السنه دي عشان تغيير المنهج والكلام ده، وثابت على فكره معانا برده. الحصه الثانيه فرمنا السؤال ده. الحصه اللي بعد كده ابطال قطعه الفهم، عرفنا كل الاسرار كلها بتاعه الامتحان والافكار الصعبه وكل حاجه. وعلى فكره في نهايه كل حصه يا شباب بنحل اسئله امتحانات جت قبل كده في المحافظات ثالثه اعدادي، خلي بالك. الحصه اللي بعد كده ابطال عرفنا ازاي بنكتب الباراجراف بالافكار كلها بتاعه الامتحان، سواء اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي، واسسنا الناس كويس جدا جدا في الحصه دي. اخر حصتين يا ابطال كانوا جرامر قواعد، يعني اسسنا الناس برضو الازمنه المهمه جدا جدا لازم تكون عارفها وانت في اولى او ثانيه او ثالثه اعدادي. الحصه اللي بعد كده الاخيره بتكون امتحان بقى. ساعتك بتخلص الست حصص دول وتخش الامتحان ده براحتك، على فكره ده اختياري. لو حابب بقى نبعت لك الامتحان ده بتحله، بعد ما بتحل الامتحان ده بتاخد شهاده تقدير فخمه جدا جدا اللي انت خلصت معانا الكورس ده. والكورس ده يا شباب طول السنه على فكره، مش مثلا شهر 8 ولا 9 ولا 10، لا طول السنه. فمستر معلش الكورس ده هيكون بكام يعني؟ سعر الكورس يا ابطال مفاجاه، وهقول دلوقتي على فكره على اليوتيوب 6 حصص بالمذكره كل ده يا ابطال طول السنه ب 100 جنيه بس. ايه ده يا مستر؟ يعني انت دلوقتي لو كلمت رقم الواتس ده وقلت له انا عايز الكورس التاسيسي بتاع مستر محمود 2026 هيديني المذكره ويديني الكورس كله ب 100 جنيه بس؟ ايوه يا شباب طول السنه على فكره. فساعتك دلوقتي مستني كلم رقم الواتس دلوقتي، هيقول لك كل التفاصيل ويبعت لك المذكره ويقول لك كل حاجه. هسيبك دلوقتي تكمل الحلقه بتاعتك، وانا اسف ان انا قطعت عليك الحلقه. اتفضل. بعد كده مستر كلمه اسمها سترينث. هنا بقى الانتونيمز والستينومز يا شباب، نركز مع بعض. سترينث القوه، باور قوه برضو، فورس قوه. عكسها ويكنس، ونسيت اقول لك الحاجه اللي اخرها NESS نون في الامتحان. ويكنس، اصل كلمه ويك معناها ضعيف، نس بحطها لكلمات كتير بتبقى نون، يبقى ويك يعني ضعيف، ويكنس الضعف نفسه، عكس الباور يعني القوه. inability الضعف، والاي ان بتدي العكس يا شباب، زيها زي اليو ان. dangerous خطير، والاو يو اس بتدي صفه dangerous. خلاص dangerous خطير، risky خطير، unsafe برضو معناها خطير، عكسها safe وharmless. LESS يا شباب بتدي عكس دايما، يعني harm يضر، طب harmless مش بيضر يعني آمن، فالLESS دايما بتدي عكس كده. popular شائع بحاجة محبوبة، famous شائع بحاجة ممكن ما تكونش محبوبة عادي، وممكن محبوبة عادي، تمشي الاثنين. known معروف، unpopular يعني غير شائع. لاحظ حطيت UN جبت العكس، يبقى اليو ان بتدي العكس، الاي ان بتدي العكس. جلوبال عالمي، يونيفرسال، وورلد وايد، ممكن كمان انترناشونال عالمي برضو، عكسها لوكال محلي، ريجنال اقليمي او محلي. بيس سلام، قوم سلام، هارموني برضو سلام، عكسها وور كونفليكت حرب. انسباير يلهم، انكارج يشجع، موتيفيت يشجع برضو. اما ديسكارج وخلي بالك هي الدي اي اس بتدي العكس. تشامبيون بطل يا مستر، وينر بطل برضو، لوزر خاسر، ديفيتد واحد مهزوم يعني خاسر برضو. فير وجاست عادل، وانفير غير عادل شكل. حلو قوي. نخش دلوقتي يا شباب على الحاجات التانية بقى، اللي هو يعني السافكس والبيرفكت سمستر. ده في الامتحان يا شباب في ثانية بيتحل. كلمة ستارت عايز تجيب عكسها او تدي معنى اجين، اي حاجة بتدي معنى اجين في الامتحان RE يا شباب على طول، بالله عليكم بتيجي كل سنة. اي حاجه في الامتحان يديك معنى اجين RE على طول. يبقى ستارت يبدا، طب ريستارت يعني يبدا تاني من الاول. كلمه بيلد يعني ايه بيلد؟ يبني، طب RE يعيد بناء الصراحه. يوز يستخدم، ريوز يعيد استخدام، يبقى الRE بتدي معنى اجين. بعد كده ريجولر معناها يا شباب منتظم، لو حطينا IR بتدي العكس، irregular غير منتظم. المستر قال لي دينجر بتدي او OUS يعني بتدي صفه، فدينجر dangerous بقت صفة خلاص. danger خطير، dangerous danger خطر، dangerous خطير. خلاص. فيم يعني الشهرة، famous مشهور. بعد كده الاي ان جي يا شباب بتحول الى اسم، يعني كلمة run يجري، running الجري. كلمة walk يمشي، walking المشي. خلاص.
جنريشن خلاص يا مستر قلت لنا والله الشيب برضه بتدي يا شباب اسم. الاسم شيب بتدي اسم زي سبورتسمان شيب خدنا النهارده. فريند شيب بتدي اسم. التي اتش يا شباب بتخلي الصفه اسم. يبقى سترينث معناها قوه، يبقى سترينث وودث. بعد كده التصريفات كده خلصنا سعادتك كل حاجه، وبعدين نشرح الدرس الريدنج. لو في اي ملحوظه ولا حاجه هشرحها لك واحنا بنقرا درس الريدنج ده، مهم جدا لان ده مهم جدا جدا يا شباب. show showed shown سهله يبين يعرض حاجه. become became become begin began begun throw through thrown give gave given سهله. prove proved proved او proven عادي جدا. في تصريفات 3 او التصريف الثالث ساعات بيمشي 2 عادي مش مشكله. طيب نيجي دلوقتي ابطال مع بعض، وخلي بالكم هنحل مع بعض بقى الكلام ده الحصه اللي جايه ان شاء الله على اليوتيوب هنا خلاص. اما طلاب الابلكيشن اللي احنا هنبدا ان شاء الله يوم السبت مع بعض، لا احنا بنحل مع بعض وبنشرح من كتاب المعاصر، لان بيكون فيه اسئله كتير جدا. بيكون نظام بقى احنا هنمشي طول الترم بالنظام ده كتاب المعاصر. اما المذكره بنحل منها، بنظبط الدنيا عادي، بنخلص على فكره كتاب المعاصر ونحل من المذكره عادي مفيش مشكله مع بعض كده. الموضوع بالنسبه لنا بيكون يعني سلس والدنيا بسيطه. اما هنا على اليوتيوب عشان ما ياخدش مننا وقت كبير بنشرح من المذكره. هنقرا دلوقتي درس الريدنج ده، نطلع برده الافكار بتاعته، وبعدين نكون خلصنا كده كل حاجه، ونعيد لك تاني على الكلمات اللي احنا خدناها من شويه، ولو في اي ملاحظات ولا حاجه هقولها لك دلوقتي. حاضر. بص بقى. طيب هنا الراجل بيتكلم على الهيستوري اوف سبورت، يعني تاريخ الرياضه. هنا الراجل بيقول لك sport has been part of human life for thousands of years. خلي بالك بيقول لك ان الرياضه دي اصلا يعني جزء من زمان جدا، يعني من الطبيعه البشريه، الحياه البشريه من الاف السنين. ولاحظ ان كلمه سبورت هنا معناها الرياضه بشكل عام، يعني بتبقى مفرد في الامتحان. اما انا لو قلت سبورتس يا شباب تبقى جمع، لو قلت سبورتس تبقى have been. اما سبورت انا بتكلم الرياضه عموما، يعني مش رياضه معينه او اتنين مع بعض. يعني اقول لك مثلا فوتبول وسويمنج مثلا، الاثنين دول رياضات يا شباب مع بعض. اقول في الامتحان جامع هنا سبورتس، اما سبورت الرياضه عموما يعني مفرد في الامتحان. يبقى يا شباب هنا الراجل بيقول لك ان الرياضه يعني جزء يعني من الحياه البشريه من الاف السنين. ده اساسي، الرياضه من زمان اساسي. in ancient times في العصور القديمه people competed يعني تنافسوا. compete خدناها النهارده، درس الريدنج ده بيأكد لك على الكلمات. يبقى الناس زمان في العصور القديمه competed تنافسوا to show عشان يورينا كده او يظهر لنا يعني او يظهروا لينا strength القوه، speed السرعه and skill والمهاره. for example مثلا على سبيل المثال the Olympic Games اللي هي الالعاب الاولمبيه began in Greece more than 2700 years ago. يعني الالعاب الاولمبيه يا شباب في جريس اللي هي اليونان باكثر من 2700 سنه. they included شملوا على running الجري، wrestling المصارعه and discus throwing ورمي الأقرص. These games weren't only for fun. على فكرة الألعاب دي مش للفن بس، for fun خلي بالك خدها النهارده من أجل المتعة for fun. But also to bring communities together. يعني مش عشان كده بس، لا ده عشان يخلي المجتمعات كلها مع بعض. Later فيما بعد الموضوع ده بفترة the Romans enjoyed sports such as gladiators fights and chariot racing. بعدها الرومانيين يا شباب استمتعوا بالرياضات زي مثلا الجلاديتور فايتس قتال المصارعين and chariot racing واللي هو العجلة او زي ما قلت لك السباق يعني بتاع العربية دي. although على الرغم some of these were dangerous كان في منهم dangerous يعني خطير. they showed how important sport was in Roman culture. على الرغم من الحاجات دي كلها كانت خطيرة بس يعني عرفنا ازاي كان مهم جدا الرياضات دي في الثقافة الرومانية. احنا قلنا يا شباب في كل العصور كانت الرياضه مهمه جدا. طيب in the middle ages في العصور الوسطى بقى، يبقى احنا قلنا في العصور القديمه وبعدين خدنا في الرومانيين، بعد كده في العصور الوسطى people in Europe practiced archery. الناس في اوروبا يا شباب زمان كانوا برضو في العصور الوسطى كانوا practiced يعني مارسوا الارشري اللي هو السهم اللي هو رمي السهم ده، horse riding ركوب الخيل and fencing برضو. These activities prepared the knights for battles. خلي بالك بقى الحاجات دي كلها بتخلي او يعني جهزت النايتس. اللي هم مين النايتس؟ الكلمه دي مهمه جدا يا شباب، اللي هم يعني المصارعين او يعني اللي هم السولجرز اللي هم الجنود اللي كانوا بيستخدموه للمعارك طبعا. and they also became forms of competition. وبعد كده بقت شكل من اشكال الكومبيتيشنز يعني المسابقات. يبقى اصلا يا مستر الموضوع ده اصلا كان معمول عشان الحروب وكده، بعد كده لا خلوها بقى فور فن بقى اللي هو ايه يلا نعمل مسابقه كده يعني ايه نتقاتلوا مع بعض كده. يعني احنا اصلا كنا مجهزين الجنود دول للحروب، دلوقتي يلا نعملوا مسابقه عادي مع بعض، المشكله يعني خلاص. يبقى الموضوع اصلا الاول كان للحروب، بعد كده اصبح لي المصارعه وكده يعني.
او يعني اسف للمسابقات يعني وكده. طيب مودرن سبورتس دلوقتي بقى الرياضات الحديثه started to grow، يعني بدات ان هي تنمو شويه تكبر يعني in the 19th century، ولاحظ انها بتاخد in the 19th century. Football والتنس والكريكت became popular in England and soon spread across the world. خلي بالكم يا شباب التنس والكوره والكريكت زي ما قلت لك عليها مسك زقله، فانت الجو ده كان يعني بقى محبوب جدا في انجلترا، وبعد كده يا شباب انتشر. خلي بالك سبريد معناه ينتشر يعني حول العالم. تاخد اكروس يا شباب، سبريد اكروس. ممكن تاخد حرف جر تاني بس يعني خلينا ايه اكروس يعني. المودرن اولمبيك جيمز وير ريستارتد. خلي بالك بقى الالعاب الاولمبيه الحديثه يا شباب ريستارتد. يعني ايه ريستارتد؟ المستر قال ستارتد يعني بدا، طب ريستارتد يعني اعيد انها يعني تبدا تاني من اول وجديد. in 1896 in Athens. اثينا دي يا شباب اللي هي كانت العاصمه بتاعت اليونان على ما اعتقد، صح؟ عاصمه اليونان زمان يعني. and today they are a global event. دلوقتي حدث عالمي. where athletes from many countries compete in peace. حيث يا مستر المصارعين او اثليتس الرياضيين يعني from many countries من دول كتير compete يتنافسوا in peace في سلام. سبورت از ناو. خلي بالك سبورت تاخد از مفرد يا ابني، سبورتس تاخد ار جمع خلاص. فسبورت از ناو براكتسد نوت اونلي فور ويننج، مش للفوز يا شباب. وخلي بالك كلمه وين معناه يكسب مثلا ببطوله، يكسب مثلا حاجه معينه، حاجه في مسابقه ولا حاجه. اما كلمه ايرن يا شباب غالبا بتيجي مع الفلوس، ايرن ماني، وغالبا الراجل بيعمل مجهود عشان يكسب الفلوس دي، ايرن ماني خلاص. اما وين بتيجي مع المسابقات. لما تروح اولى ثانوي بقى ان شاء الله هقول لك ان وين ممكن اخدها عادي مع الفلوس، مفيش مشكله، عندنا مشكله خالص. بس انت كاعدادي وين تيجي مع ايه مسابقه خلاص. وين ا برايز يكسب جايزه. اما الفلوس تاخد ايرن في الامتحان يا شباب، معناه يكسب برضه ولكن يكسب فلوس امستر. طيب but also for teamwork. يبقى الحوار ده الرياضه دي دلوقتي يا شباب مش بتمارس للفوز بس، لا ده عشان يعني للعمل الجماعي برضه. fair play اللعب النظيف and health والصحة. it continues to connect people. it continues يعني بتستمر عشان تربط الناس. create يعني بتنشأ friendships يعني علاقات أو صداقات. and inspire يلهم. كل الكلمات اللي احنا خدناها النهارده يا شباب بنركز عليها تاني في درس الريدنج. inspire تلهم new generations يعني بتلهم أجيال جديدة. thanks for watching يا شباب. مش هناخد حاجة تاني النهارده أكتر من كده. الحصة اللي جاية نحل مع بعض بقى، نحل مع بعض الدرس الاول والثاني. اجيب لك كلمات. طبعا انت درس الجرامر لو ما اتفرجتش عليه حرام عليك والله، نزلته لك هنا على اليوتيوب، روح اتفرج عليه برده. يبقى الحصه اللي جايه هجيب لك امتحان الدرس الاول والثاني كلمات جرامر. يبقى انت خلاص الدرس الاول والثاني خلاص مش محتاج حاجه ثانيه اصلا فيهم خلاص. ده بالنسبه للدرس الاول والثاني. بعد كده ان شاء الله يعني ممكن نتاخر شويه عشان بس طلاب الابلكيشن، احنا معانا شباب ثالثه اعدادي ومعانا اولى ثانوي، فالموضوع بياخد مننا وقت كبير. ممكن نتاخر شويه قبل ما ننزل الدرس اللي بعده امتحان على الوحده الثامنه، فممكن نتاخر شويه. اما طلاب الابلكيشن بياخدوا كل حصه، يعني بناخد الوحده في حصتين او ثلاث حصص بنخلص الوحده، اللي هو يعني قبل رمضان هنكون باذن الله مخلصين الوحده الاولى والثانيه، يعني 7 والثامنه باذن الله. فلو انت جاي معانا تكون عارف ان احنا بنظبط حاجات كتيره جدا 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 غير اليوتيوب احنا بناخد الحاجه وبعدين الحصه اللي بعدها ممكن تاخر يومين 3 قبل ما تنزل، فتكون بس عارف النظام ماشي ازاي على اليوتيوب عشان تكون عارف الدنيا ماشيه ازاي معاك، والترم الثاني قصير مش زي الترم الاول. شكرا ليكم يا شباب، اشوفكم ان شاء الله الحصه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.